أنا أتهم أني قاسيا في عباراتي وفي أرقامي، وحقيقي هي مش قسوة ولا حاجة. حقيقة أن احنا بنحاول نؤدي الأمانة كما هي، واحنا مش على خلاف مع حد. احنا مختلفين مع السياسات اللي احنا اختلفنا معاها دي. حذرنا مش الآن، من وقت مبكر، ان انتوا بتخلقوا فرق كبير جدا ما بين الناس اللي عايشين في مصر والناس اللي عايشين في ايجيبت. في ناس الدولار لو بقى ب 100 جنيه مش هتتأثر معيشتها، وفي ناس اتأثرت والدولار ب 18 جنيه. فما بالك النهارده والدولار واصل لحدود تجاوزت السعر اللي متعلق على اللوحة. هو ده اللي بيخلينا واحنا بنتكلم ان احنا مش بنعني ولا بنقصد شخوص، احنا بنستهدف سياسات. والغريب ان السياسات ديت لا يزال يدافع عنها حتى الان رغم النتائج. هو انت عايز تقول ايه؟ عايز النهارده تقول لي ان المصريين عايشين كويس؟ ده لا صناعه نافعه وماشيه مع الناس، ولا تجاره ماشيه مع الناس، ولا زراعه ماشيه في البلد. هنخالف ضميرنا؟ هنطلع نقول البلد ماشيه كويس وهي مش ماشيه كويس؟ طيب احنا بنقول الكلام ده مستندين على حقائق ولا بنفتري على الحكومه وعلى ادائها الاقتصادي؟ دي موازنه بنناقش حسابها الختامي من سنتين مضى، وفي موازنه حاليه بتنتهي وهل يقدم الحساب الختامي بتاعها بعد سنتين. هعمل لكم مقاربه عشان نوضح الامور بقت شكلها عامل ازاي. في الحساب الختامي الحالي اللي احنا بنناقشه بتاع 21-22 كانت الفوائد 583 مليار. في الموازنه المطبقه اللي تنتهي في 30/6 690 مليار، تساوي 33% من المصروفات. الاقساط كان في الحساب الختامي الحالي 508 مليار. بناء عليه سيادة الرئيس خدمة الدين ما بين الحساب الختامي اللي احنا بنناقشه الآن 1091 مليار، اللي هو 45% من الاستخدامات. الموازنة اللي تنتهي في 30/6 1655 مليار، اللي هي تساوي 54% من الاستخدامات. دي لغة الأرقام اللي انتوا بتحبوها. رايحين بالأرقام دي فين سيادة الرئيس؟ الناس هتحس بايه؟ طن الحديد هيوصل بكام؟ ده انا كنت بقول الكيلو اللحمه ب 250 جنيه، الناس بتتمنى يرجع لل 250. لما بتطالب ان مصر اصبحت تستحق حكومه اقتصاديه بامتياز. هو انا فيتشي؟ هو انا موديز؟ هو انا ستاندر اند بورز؟ ده انت اللي رحت لهم، ده انت اللي انا حذرتك من صندوق النقد.